انتوا عارفين لسه محمود العسيلي الكارد اللي عليه ما خلصش، فعشان كده طالع يعمل اعلان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اعلان بنك مصر الجديد، محمود العسيلي وحمزه نمره. جوايا نور لسه زي كده حبه حلوين. يلا بينا. اعلان جوايا نور لمحمود العسيلي وحمزه نمره مع بعض لاعلان بنك مصر. عارفين لسه محمود العسيلي الكارد اللي عليه ما خلصش، فعشان كده طالع يعمل اعلان. طبعا انا بهزر، يعني تقريبا كل سنه بنك مصر لازم يكون العسيلي اما مشارك فيه اما يكون هو اللي بيعمل الاعلان، فدي حاجه انا مش فاهمها. ودلوقتي طبعا حمزه نمره دخل في الكارد، فهو كده بقوا الاثنين مع بعض. الفكره بتاعت الاعلان كانت عجباني جدا، التصوير كان حلو جدا، الطريقه اللي اتقدم بيها الاعلان كله بصراحه بهجه وبيدي امل وبيدي باور، بيدي طاقه ايجابيه كتيره. يعني هو فعلا نتفرج عليه، في ناس انتقدته وفي ناس حصل شويه هجوم على الاعلان ده، شايف انه كان اقوى من بتاع السنه اللي فاتت مثلا. حمزه نمره انا برضو بحب صوته، بحب اغاني جدا، عسيلي نفس الكلام. فلما شفتهم مع بعض دي حاجه كانت حلوه وحاجه مختلفه جدا، وحاجه ما حصلتش بقالها كتير ان هم يجتمعوا مع بعض في عمل فني واحد. الاغنيه من كلمات امير طعيمه، ومن الحان محمود العسيلي نفسه، ومن توزيع علي فتح الله. العسيلي يعني تقريبا اكتريه الاعلانات اللي هو عاملها السنه دي كلها كانت الحانه، يعني هو دايما اللي بيعمل اللحن بتاعها. بالنسبه للكلمات كان امير طعيمه. امير طعيمه السنه دي عامل كام اعلان يا جماعه علامه، وكان حلو جدا وكان ناجح في رمضان. من ضمنهم الاعلان ده. يعني انا شايف مثلا كترتيب بالنسبه لي انا شخصي اقوى اعلانات في رمضان، ممكن احط اعلان عمرو دياب بتاع فودافون، وبعد كده اعلان حمزه نمره والعسيلي في المركز الثاني. اعلان جوايا نور اعلان فعلا مختلف، يستاهل ان احنا فعلا نتفرج عليه ونشوفه. اعلان حلو جدا برغم كل الانتقادات وبرغم كل حاجه. انا ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا بتكلم معاكم برايي الشخصي واللي انا شايفه. انا شايف ان في كذا خلاص، في انتقاد، في حاجه ما عجبتنيش هقول. صوت حمزه نمره يا جماعه كان محل الاغنيه جدا، كنتش متوقع ان العسيلي لون وحمزه نمره لون تاني خالص، فانك تجمعهم في اعلان واحد دي حاجه جامده جدا، لاقين جدا في الاغنيه، وكانوا عاملين ميكس جامد قوي. فالدويتو كان طالع بشكل احترافي جدا. توزيع برضه مع علي فتح الله كان رايق قوي، موزع تقيل. وكمان العسيلي دايما بيتعامل معاه ودايما بيلحن لنفسه. برضه العسيلي انا عايز يخرج من الحته دي، اشوفه شغال في حاجه مختلفه، اشوفه مثلا عامل اعلان لحاجه تانية، وعامل كذا اعلان في رمضان. بس بنك مصر كل سنه العسيلي يا جماعه بيعمل ليه اعلان اللي هو عليه كارد وبيسدده بالاعلانات دي، انا مش فاهم. فانا عايز اشوف حد جديد تاني يعمل الاعلان ده بدل ما حد يشاركه. والعسيلي جامد وانا بحبه وكل حاجه، بس اشوف حد يقدم الاعلان تاني، ان كل مره بحس ان هو بنفس الشكل بنفس الطريقه. اغنيه برضو كلها طاقه ايجابيه، ده جميل، بس مش كل سنه، يعني يكون في تغيير شويه. شايف ان هو بشكل عام كان من احسن الاعلانات في رمضان، من افضل الاعلانات بجد يا جماعه السنه دي. الاعلان كان مواكب الاغنيه دي برضو من اهم الحاجات. انا شايف ان الاغنيه كانت في بينها كيمياء مع الاعلان، مش مجرد اترمت كده وخلاص. فالاغنيه كانت معموله بشكل حلو جدا. الاغنيه هي بشكل عام اقوى حاجه فيها بصراحه كانت الكلمات والتوزيع. اللحن من العسيلي برده كان كويس، يا ريت ان هو يكرر كتير، بس يكون حد تاني يتعاون مع اي مطرب. يعني العسيلي يمشي من بنك مصر ويشوف حاجه تانيه عشان الكارد ده يخلص بقى لحد كده. ده اللي كان عندي النهارده. قولوا لكم في الكومنتات تحت، برضه هتقابل رايكم كلكم، انا بحب راي كل الناس وبحب ان انا اسمعه. وده كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوف اشترك وفعل زر الجرس، اعملوا لايك عشان كده في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.